بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده هنعمل بأقل تكاليف، هنعمل بلح الشام. معانا كوبايتين 2 من الدقيق ومن غير بيض نهائي. هنعمل ده طلع مننا المقدار بتاع كوبايتين الدقيق. يلا مع بعض نبتدي، وهوريكم الاول احنا عملناه ناشف من بره وشارب الشربات من جوه اهو. افتح لكم كمان واحده. تمام، يلا نبتدي المقادير مع بعض. يلا، وزي ما اتعودنا مع بعض اول ما نبتدي اي حاجه هنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي مع بعض. احنا هنعمل مقادير بلح الشام. معانا كوبايتين الا ربع من الدقيق ومعلقه نشا وذره ملح، ومعانا طبعا 3 معالق سكر، وهنعمل الشربات مع بعض. يلا نبتدي نعمل الشربات ومع بعض على البوتاجاز. هنعمل الشربات بتاع بلح الشام بيبقى تقيل. معانا كوبايتين من السكر، كوبايتين من السكر وكوبايه ونص من الميه. وطبعا زي ما احنا متعودين برضو هنقلبه على البارد، هنقلبه على البارد علشان ما يسكرش معانا كده. نقلب وكده. الشربات اهوت حطيناه على البوتاجاز، قفنا عليه النار. هنسيبه لما يغلي بقى و5 دقايق كده، ونصر عليه الليمونه ونحط الفانيليا. يلا مع بعض نروح عاملين ايه بلح الشام. حله على البوتاجاز، هنحط معانا كوبايتين ميه، كوبايتين من الميه اهو، ومعانا معلقتين من الزيت، معلقتين من الزيت، ومعانا معلقتين من السكر، 3 معالق سكر. نقلبهم ونقلب البوتاجاز عليهم لغايه ما يغلوا قوي. هيغلوا مع بعض ونرجع تاني. نقلب كده لغايه ما يغلوا، مش يسخنهم، لا يغلوا جامد يعني. كده هنحط الميه غليت اهي بالزيت بالسكر، هنحط معلقتين الدقيق ونقلب. كوبايتين الدقيق يا رب، كوبايتين الدقيق ومعلقه النشا وذره الملح ونقلب. لغايه دي يشرب معايا كده. لغايه ما العجينه تستوي. يشرب معايا اهو كده.
كده نصفى عنها. الدقيق كله اختفى اهوت. هنحطها على بلانشة بقى ولا اي حاجة تبرد. يلا مع بعض. نفردها مع بعض اهوت، مع بعض نفردها اما تبرد معانا. كده نفرد العجينة كده نفتحها لغاية ما تبرد، ونبتدي ايه نشكلها بالقمع. العجينة بقى طرية وناعمة خالص معانا اهي. نشكل بقى بالقمع معانا، نجرب القمع كده ونشكل. بسم الله. طبعا انتوا عاوزينها المقاس اللي يعجبكم اعملوه، كبير صغير. بس انا هعمل الواحدة على انها بتاخد مرة واحدة كده. مفيش طبعا اسهل من كده. عايزينها كبيرة عايزينها صغيرة اتخن من كده براحتكم. مش لازم يعني كيس وانا يحط في كيس والكيس يتقطع مننا ومش عارفة ايه، لا خالص. دي عجينة من غير بيض اهي، تعمل معانا زي الفل. كده اهو، ونكمل ونرجع مع بعض. وكده قطعنا اهوت، قطعناها اهوت. هنروح نقلي بقى على ايه زيت هادي، زيت بارد. الشربات بتاعنا خلاص خالص استوى اهو. هنحط بقى الفانيليا، بنحطها اخر حاجه الفانيليا عشان ما تمررش، ونقلب معاها بس كده. وهنا طاسه على النار، وكده عصرنا الليمونه وحطينا الفانيليا ونسيبه بقى يهدى. كده بقى طاسه على البوتاجاز، نحط زيت معانا اهو. كده ونبتدي ايه لازم نحط الايس كده. نجيب معانا بلح الشام ونحط زيت بارد، زيت بارد اهو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اهو اهو.
كده. اول ما ينفش كده نسيبه 5 كمان وبعدين نقلب. يلا كده شفتوا معانا اللون بقى دهبي اهوت. ندفع عنه كده كده وبعدين نشيل ونحطه في الشربات. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو معانا في الشربات اهو. كده ولا احلى بلح الشام. هنستنى بس دقيقتين 2 وبعدين نشيله. ابسط طريقه واسهل طريقه. ولا بيض، البيض دلوقتي غلي، لا بيض ولا اي حاجه. لازم نبقى ايه، نعرف نسلك امورنا كده ونخلص حاجتنا. مش معنى بقى الدنيا غلت قوي كده ما نعملش لولادنا ونفرحهم، لا، نعمل لهم على قدنا برضه. لازم نتصرف كده ونصفيه. سامعين الخروشه بتاعته؟ كده وهنعمل كمان دورتين. كده بنعمل الدور التاني اهو. كده اهو بنحط الدور التاني على ما الزيت مهدي اهو كده معانا. وطبعا مش هنقلبه الا لما ينفش شويه. قلت كده يبقى حطينا الدور التاني اهوت. مش هنقلبه خالص الا لما ينفش معانا عشان ما يتكسرش مننا. على ما الزيت مهدي شويه حطينا الدور التاني. كده بنقلب اهوت. كده بنقلب اهوت. تمام. طبعا يصفر اللون على طول نقلب. قبل كده لا، عشان ما يتكسرش معانا. عشان كله يبقى ايه، سوا واحد وكله لون واحد. ولما يصفر معانا يبقى لونه ذهبي كده ما نشيلش ايدينا من الطاسه. استنينا نقلب كده لغايه ما يبقى زي الفل كده معانا. نشيل كده نحط في الشربات. نحط في الشربات كده
ودقيقتين ونشيل. دقيقتين كده ونشيل. ايوه اقلبه كده فيه، اقلبه فيه كده لغايه كل ما يتشرب. ما تقلقوش هو ناشف، هيشرب من جوه يبقى ناشف من بره زي المحلات بالظبط، ويمكن احسن كمان وحاجه عاملينها بايدينا. اما نعمل الحاجه بايدينا ناكلها واحنا مطمنين. وحاجه بره حلوه برضو يعني مش وحشه، ده رزق ربنا بعتهولهم، بس نتعلم لان الدنيا غلا دلوقتي، لازم نتعلم. ما ينفعش كل حاجه نشتريها من بره، ده حاجات بسيطه يعني المفروض احنا نبقى عارفينها، نبقى في البيت عارفينها، حاجات بأقل الامكانيات وبسيطه جدا. وكده معانا بلح الشام اهو، طلعناه من الشربات، وكده خلص معانا بلح الشام. بقى وكده خلصنا يا جماعه المقادير بتاعتنا. بلح الشام دي المقدار اللي احنا عملناه، الكوبايتين الدقيق الا ربع ومعلقه النشا، هم دول اللي طلع منهم. واللي وصل معانا الفيديو لغايه دلوقتي ما تنسناش في اللايك والشير والاشتراك، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.